النهارده بقى انا جايلكم بحاجه من الاخر. ربع كيلو لحمه بس مفرومه هتعمل كل الكميه اللي انتوا شايفينها قدامكم دي. وتحدي ندخل مع بعض دلوقتي نشوف الفيديو. مش ممكن على الجمال، طعم وريحه ومكونات وكميه من كله، بسم الله ما شاء الله. هتدخلوا على الفيديو مش هتصدقوا نفسكم. اول حاجه هتجيبوها ربع كيلو لحمه مفرومه بس تكون حمرا، ما تكونش فيها دهن كتير. هي دي اساس الوصفه كلها. هنشوف بقى بعد كده هنروح جايبين معاها ايه. هنجيب نص كيلو رز ونغسله وننقعه لمدة ربع ساعة قبل ما نبدأ الوصفة ونصفيه اهو. نص كيلو رز هنغسله وننقعه ونصفيه ونحطه في الكبة نفرمه. احنا مش هنطحنه، احنا بس هنكسره ونبصه، يعني نكسره بس كده يبقى مدغدغ كده، لكن مش هيتطحن. هنشوف مع بعض اسهل وصفة وهترمي معانا كمية مش طبيعية. شفتوا في اول الفيديو ربع كيلو عمل يعني كمية قد ايه. هنجيب بعد كده اللحمة المفرومة نحطها ونحط معاها الكربونات الصوديوم اللي هي بتبقى بتحط على الفلافل اللي هي الطعمية، عشان خاطر اللحمة تمسك في بعضها كده وتلاقيها ماسكة في نفسها. اسمها ايه؟ تسمى غير اللحمة كربونات الصوديوم، اللي هي البيكربونات. هنضربها مع بعض كده شوية وبعد كده هنروح ايه، نازلين على الرز باللحمة. وبعد كده نشوف بقى مع بعض خطوة بخطوة. هنجيب بصلاية صغيرة ونضربها برضو. وبعد كده هنشوف هنعمل ايه تاني. هنحط فصين توم مفرومين، ودي نص كوباية شبت وبقدونس وكزبرة اللي هي خضرة المحشي مفرومة. هنحطها على البصل وعلى التوم ونضربهم مع بعض وننزل عليهم بالايه، بالرز. نفضل نفرم اللحمة، نفضل نفرم. بس الكبة دي انا خفت يجرالها حاجة بصراحة عشان دي بتاعة الخضار، فهنزلها وهعملهم على ايدي، هعجنهم بايدي. ولو عندك محضرة طعام حطيهم كلهم فيها. بصوا بقى البهارات بتاعتنا هنحط ايه. هنا عندنا البابريكا طبعا معلقة، ومع نص معلقة كمون، ومعلقة فلفل اسود. ودي بقى لو انت عايزة المفروض تحطي اللي هي مرقة الدجاج او المرقة الفورية. لو مش عايزة حطي 7 بهارات ومعاها حبهان مطحون. انا حطيت بصراحة 7 بهارات وحبهان مطحون. ودي نص معلقة كزبرة ومعلقة ملح. ادي البهارات اللي هنحطها مع بعض كلنا، وهنشوف مع بعض احلى 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 حاجة. انا والله يعني بعد ما عملتها كانت ريحتها لوحدها من قبل ما ندوقها كانت تحفه. انا شفت واحده عملتها على اليوتيوب، مش فاكره اسمها ايه، قناه ايه، عجبتني قوي شكلها، كان شكلها تحفه زي ما شفته كده. والطعم بقى انا ما كنتش مصدقه الطعم، وفعلا طلعت تستاهل. بص انا فضلت اعملها لغايه ما جربت في واحده كده لقيتها مسكت في نفسها اهي خلاص. هي حودتنا اهي. هبدأ بقى اشوف، هتشوفوا بقى طريقة التقريص بتاعتها ازاي. يعني لسه هجيب حاجة. بصوا جبت زيت اهو ودهنت الصينية زيت. واهم حاجة عندك تدهني الزيت تحت القرصة دي او الايه، الدايرة دي، وفوق منها تعملي فوق وتحت تدهني زيت كويس، عشان خاطر دلوقتي هنحطهم فوق بعض وما يلزقوش. بصي اهم حاجة انها مسكت في نفسها ازاي، بسم الله ما شاء الله. وتشم ريحتها جميلة جميلة جميلة. وحطي زيت وتحت وافضلي بقى قرصي كده كأنك بتعملي قرص بالظبط. برجر، اعمليها برجر. بصي الكمية بسم الله ما شاء الله والله جميلة. يعني دي اكتر حاجة رمت معايا كمية يعني نحط برغل مرة، نحط صويا صوص ما اسمه اسمه ايه التاني ده، في بيحطوا بطاطس. بصوا الكمية قد ايه، بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله بسم الله. ربع كيلو لحمة يدي كيلو، مش ممكن يعني. بصراحة انا اول ما شفتها يعني عجبتني جدا الطريقة. وبعد ما دقتها عجبتني اكتر واكتر، قلت لا والله لازم ايه اصورها لكم بقى. رحت عاملاها مخصوص. هنجيب بقى ايه حله ونحط فيها سمنه، لان المفروض يكون ايه في شوربه دسمه. انا سلقت لحمه وما كانتش دسمه قوي فحطيت سمنه. لو انت عندك شوربه دسمه خلاص عندك حطي صلصه في الحله، وبعد كده تنزلي بقى عليها بالايه، بالشوربه. لو عندك مواسير بقى، شوربه مواسير، يا سلام على الجمال، بتبقى دسمه وطعمه وجميله. اي شوربه عندك دسمه هي اساس الوصفه دي. فانا حطيت سمنه عشان الشوربه حسيتها خفيفه، لان ما بحبش اللحمه السمينه، فطلعت لي شوربه حلوه. هنشوف بقى مع بعض خطوه بخطوه. ويا ريت اللي وصل معايا في الفيديو لغايه هنا يكون حط لايك، لان فعلا 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 الفيديو يستحق. وخلوا اللايكات تخليه ينتشر ويعني يظهر عشان اكبر عدد من الناس تشوفه، والوصفه دي توصل للكل. وبصراحه اليومين دول احنا يعني اقل حاجه بنمسك فيها توفر لنا وتكتر لنا وتشبعنا، وطبعا وطعمها حلو. بس عايزاكم بقى تقولوا لي بعد ما تخلص الاكله دي تاكلها بقى مع رز ولا مع مكرونه ولا في عيش ولا مع، احنا عملناها في عيش وبطاطس محمره بصراحه. فشوفوا كده انتوا قولوا لي انتوا ممكن تتاكل مع ايه تاني غير كده. انا لازم الاول قدامك والشوربه دي تغلي كويس جدا ونظبط الملح بتاعها.
الاول ندوقه قبل ما تحط اي ملح. هندوق الاول الملح علشان خاطر لو محتاجه ملح نحط لها. هي عباره عن شوربه، والشوربه انا كنت مملحاها فهي طلعت معايا مظبوطه الحمد لله. بس انت برضو دوقي شوربتك ودوقي ايه قبل ما تحطي الكبيبه دي. ابص بقول لكم الدسامه باينه على وش الصلصه ازاي. اهم حاجه تكون دسمه. وفي بقى بيحطوا في الارضيه بتاعت الحله دي حلقات بصل وطماطم وفلفل، ويرصوا فوق منها الكفته الكبيبه دي، ويحطوا عليها الشوربه او الشوربه فوق الخضار، وبعدين يحطوا الكبيبه، لان الكبيبه لازم تنزل على شوربه مغليه عشان ما تفكش. بصوا مش لازقه في بعضها ازاي وجميله بسبب ايه؟ الزيت اللي انا حطيته مخليها كل الواحده بوحدتها اهي. بسم الله ما شاء الله، الف هنا وشفا. يا ريت يا جماعه لايكات شويه علشان خاطر الفيديو يترفع، لان فعلا القناه بقالي فتره ما بشتغلش عليها، وانا اسفه معلش كنت تعبانه وكان ظروف وحر وكده، والحمد لله رجعنا فوقنا لها تاني. فيا رب الوصفه تعجبكم وتحطوا لها لايك. بصوا انا بقول ايه، ان انا عماله احطهم اهي فوق بعض ومفيش مشكله، ومفيش حاجه هتلزق في حاجه ولا حاجه هتفك، وهنشوف مع بعض خطوه بخطوه وهنوصل للنتيجه اللي شفتوها في اول الفيديو دي ازاي. بصوا الجمال، بص الكميه بسم الله ما شاء الله، محدش يصدق ان كل ده من ربع كيلو لحمه بس. اللهم صل على النبي. البركه في الاكل، البركه. سمي الله ونشتغل هتلاقي كل حاجه بقت تمام التمام. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب انصر غزة، يا رب يا رب انصر غزة يا رب. والله الواحد قلبه بيتقطع على اللي بيحصل عندهم ده وبندعي لهم ليل ونهار. يا رب اسمع دعانا، يا رب يا رب اسمع دعانا، يا رب دعواتكم معانا. بصوا احنا دلوقتي بقى هنسيبها تغلي على نار عالية لمدة ربع ساعة. بعد ما اخلص كده هظبط الكفتة بقى الكبيبة شوية كده في الصلصة او في الشوربة عشان كلها توصل لها الشوربة اهي. وبعد كده هغطي عليها لمدة ربع ساعة، نار عالية، ما توطوش النار قبل ربع ساعة. هي ما بتاخدش على فكرة وقت خالص، يعني عشان خاطر ده كمية برضو هي صحيح كتير على الربع كيلو، بس تعتبر كمية مش كبيرة قوي. لو انتوا بقى عاوزين كمية كبيرة تضاعفوا المقادير. يعني شوفوا انا حطيت حاجات قد ايه على الربع كيلو، حطوا ضعفها على نص كيلو وهكذا. خلاص هي بصوا بقى بعد ربع ساعة استوت، بعد يعني وطيت عليها النار بعد ربع ساعة، وبعد كده طلعت اهي نار عالية ربع ساعة، وبعد كده نوطي عليها النار نص ساعة كمان، وتشوفوها بالشوكة كده تلاقوها استوت. تروحوا مطلعينها. بصوا بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. عمالة تطلع كمية مش طبيعية. وادي شوية الصلصة، يعني مطلعش صلصة كتير. وان شاء الله اللي وصل معايا الفيديو لغاية هنا يكون حط لايك وننضف الصينية، ويكون الفيديو عجبكم وهون زركة شوية بشوية خضرة كده، وكونوا حطيتوا لايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشوفكم في فيديو جديد على قناة حودتنا الكيتشن. دوقي بقى والجمال، دوقي حطي في الصلصة وكلي ما شاء الله. مع السلامة.